نفخت لك شفايفي، ايه رأيك؟ اللي انت عاملاه في نفسك ده ايه القرف ده؟ اهو دي شفايفي حقيقيه اهي، اقسم بالله مالها. لا 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 هغير شفايفي والله ما ازاي؟ حقيقي، لا والله دي شفايفي وربنا لا دي ايه شفايفي. القرف اللي انت عاملاه ده بجد؟ صباح الخير، صباح الخير على اجمل عيله في الدنيا، عيله احمد حسن وزينب، وحشتونا جدا. طبعا كلكم دلوقتي مستغربين ان احمد وايلن مش موجودين معايا، هقول لكم ليه دلوقتي. بس قبل ما اقول لكم، اي حد بيتفرج على الفيديو ده يعمل لايك ويشترك في القناه ويفعل الجرس، عشان في ناس كتير بتفضل تقول لنا في الكومنتات او بتبعت لنا رسائل: هو انتوا ليه ما بتنزلوش فيديو؟ هو انتوا ليه ما بتنزلوش فيديو؟ واحنا اصلا بنبقى منزلين فيديو، بس انتوا ما بتبقوش مشتركين في القناه ولا مفعلين الجرس ولا عاملين لايك ولا اي حاجه خالص. فيلا كلكم دلوقتي انزلوا اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، وصلوا الفيديو ده ل 200,000 لايك. ركزوا معايا كده عشان انا بعون الله النهارده ناوي اعمل في احمد مقلب جامد جدا. طبعا احمد مش موجود في البيت وخرج، فانا قلت بما انه خرج بقى البس كده واظبط نفسي واعمل فيه مقلب. يعني بصوا هيضايقوا جدا جدا جدا. المقلب ده عباره عن ايه؟ المقلب ده يعني انا قاعده كده في فراغ ببص على اليوتيوب واقلب كده، لقيت ان في بنات كتير بتعمل في جوازاتها مقلب ان هم بيغيروا شكلهم، يعني بينفخوا شفايفهم، بيشدوا وشهم، بيصغروا مناخيرهم. احمد بيكره الحاجات دي جدا. ساعات بهزر معاه بفضل اقول له: احمد انا بفكر انفخ شفايفي شويه. بيفضل يقول لي: لا ما تعمليش القرف ده، ودي حاجات مقرفه، اوعي تعملي كده، وما بحبش كده، انت شكلك حلو عادي، انا ما بحبش الحاجات دي، وطالما انت شكلك حلو فليه تلعبي في شكلي تبوظيه والكلام ده كله. هو اساسا كمان احمد ما بيحبش ان احط ميك اب كتير، يعني بالنسبه له شكلي كده احلى، وحتى لو انا مش حاطه ميك اب خالص هو بيحب كده. ما بيحبش اصلا احط ميك اب، يعني الميك اب ده هو بيسيبني احطه عشان انا بحبه. فانا قررت بقى اعمل فيه ايه النهارده، اقول له ان انا نفخت شفايفي وشديت وشي، وهفضل العب كده في مناخيري شويه، احاول اصغرها او اعمل فيها حاجه بالميك اب، وعايزه بقى اشوف رد فعله. انا متحمسه جدا جدا على رده فعله. فهبدا دلوقتي ان انا اثبت الكاميرا وابتدي انفخ شفايفي واوريكم هنفخها ازاي وهعمل ايه عشان انفخها، واشد وشي وهوريكم برده كل التفاصيل. فيلا بينا نبدا المقلب. بصوا يا جماعه، هبدا دلوقتي. اول حاجه اعملها ده لزق رموش. تمام، اللزق ده هحطه على شفايفي، هحطه دلوقتي وهبين ان شفايفي منفوخه. يا رب بس يظبط معايا واعرف اعملها، لان انا مجربتهاش قبل كده، بس شفت بنات اجانب يعني بيجيبوا لزق الرموش ويحطوه على شفايفهم وبيعملوها. فيا رب يا رب ينجح، عشان لو نجح انا هفرح قوي قوي، عشان احمد بقالي كتير قوي قوي ما عملتش في مقالب. فيلا بينا نبدا. بصوا هو فوق شفايفي على طول، او مش فوق شفايفي، يعني على الشفه من فوق هحط اللزق كده وهستنى عليه شويه ما يبقاش طري قوي، ومن تحت برده هعمل نفس النظام اهو، كاني بعمل كورس ميك اب كانه مش مقلب يعني. يا رب بس يظبط. اول ما احس ان هو بيبتدي ينشف اقوم عامله كده، يا رب من تحت برده عشان نشف شويه. يا نهار ازرق ومنيل، ايه ده؟ ايه المنظر ده بجد؟ ايه المنظر ده؟ يعني هو انا لو نفخت شفايفي منظري يبقى كده بجد؟ هحط هنا كمان عشان نشد الشفايف كلها. انا مش عارفه اتكلم والله ما عارفه اتكلم ولا اضحك. ايه المنظر ده؟ بصوا هو انا حطيت على الجزء ده، بس قلت برضه اعمل الجزء ده لان باين قوي ان انا رافعاها بحاجه، يعني هياخد بالي، فلازم اعملها كلها. بصوا يا جماعه انا كده عملتها من فوق. يا نهار اسود على المنظر، والله العظيم احمد هيجيله صدمه مش طبيعيه. انا اتصدمت اصلا، انا مصدومه من شكلي اهو يا جماعه. انا مش عارفه اتكلم طبعا، وعايزه اموت على نفسي الضحك، مش عايزه اصلا ابص على نفسي في المرايه اهو. دلوقتي بقى هعمل الشد. يا لهوي يا لهوي على المنظر، ايه ده؟ يعني ايه ده؟ ايه المنظر ده والله بجد؟ هو دلوقتي هعمل الشد اللي هو بيبقى في الوش، يعني هخلي حواجبي تبقى كده، بس انا عشان حاطه مرطب في وشي فهمسحه الاول، لان على المرطب ده اللزق مش هيمسح خالص. دلوقتي كده شلت المرطب، هحط اللزق كده هيخلي المنظر كده. يا رب بس يظبط. اللزق الرموش ظبط في شفايفي، اما نشوف اللزق ده كمان هيظبط في وشي ولا ايه. بصوا يا جماعه هو اللزق ده ضعيف وشكله هيقرفني على ما يثبت، يعني على ما يلزق شكله هيتعبني، هياخد وقت كبير. بصوا يا جماعه انا عملته هنا، تحسوا ان الحاجب ده مرفوع عن الحاجب ده، فهعمله في الحاجب التاني. لو ما كان احمد هطلقني اقسم بالله بالمنظر ده، منظر ما يستحملوش بني ادم. يعني شايفين حواجبي اترفعت كانها اتشدت شويه، وشفايفي يعني انتوا اكيد باين عندكم المنظر عامل ازاي. هجرب اغير شكل مناخيري شويه باللزق، اشوف هينجح الفكره دي، هتنجح ولا لا. بصوا احط لزق جوه مناخيري هنا واشوف لو جبت مناخيري كده هتمسك ولا لا. بصوا هي مناخيري مسكت شويه من هنا، مش قوي يعني، بس قشطه. زي ما انتم شايفين شكلي بقى عامل ازاي، استغفر الله العظيم. اول حاجه هعملها دلوقتي عشان برضو اخبي اللزق، احط روج على اللزق وعلى شفايفي. يا نهار ابيض، بس كده يا جماعه زي ما انتم شايفين حواجبي في رعايه الله قوي، وشفايفي ده انا وشي شفايف دلوقتي، ومناخيري من هنا اللزق بس يعني
عامل شويه من هنا مش قوي، بس يعني هو قشطه، هو هيتصدم، هو مجرد ما يشوف بقي يعني هتجيله صدمه شديده. انا دلوقتي هستناه، ممكن اكلمه اشوفه فين واشوفه قرب ولا لا، واقعد بقى استناه لحد ما يجي واشوف بقى رد فعله ايه، وربنا يستر واللزق ما يفكش قدامه وشكلي يبقى فضيحه وعار. طب يا جماعه انا نزلت هنا تمام، وياسمين وجنة موجودين بس هما لسه ما شافوش شكلي. استنوا هنشوف ايلين هتقول ايه. هاي ايلي، ايه رايك يا لولو في شكلي؟ هاتي بوسه، اديني بوسه. عادي مش فارق معاها مش فارق معاها يعني، مش حاسه باي تغيير. لولو ايه رايك في شكلي؟ ايلي اسم الله يا مزه اسم الله يا مزه. ازيك يا ياسمين عامله ايه؟ انت عامله في نفسك ده؟ ايه رايك؟ ضحكي ليه؟ انت عامله في نفسك ده يا ابيض؟ ايه ده؟ ايه رايك؟ حلوه؟ لا قمر يا لهوي. ايه رايك في النيو لوك القمر ده؟ يعني بصي يعني احمد هتلاقيه طيب من الفرح. طبعا انا عايزه اقولك ان الحاجات دي فيك وانتي عارفه كده صح؟ عارفه. ايه رايك؟ هيفرح صح؟ هيفرح قوي. هينبسط بالشفايف القلاديمو دي. هتحسي ان انا دبدوبه في انا ابيض اللي انت مش قادره تتكلمي اصلا. انا مش قادره اتكلم اقسم بالله. ازيك يا جنة عامله ايه؟ الحمد لله. ايه رايك في النيو لوك القمر اللي انا عاملاه؟ قمر جدا يا زينب. ايه رايك يا جنة؟ جميل قمر بجد قولي الحقيقه، بصي ما بحبش مجاملات. لا اموره جدا بس ما بتعملش صح؟ كده تاني. بجد؟ ميرسي يا قمر. ايه رايك؟ لا حاجه حلوه قوي الصراحه. بصي شفايفي باينه ازاي، منوره ازاي في الكاميرا. وريني عملتي لي ازاي عشان ما وعدتكيش اني اعمل كده. خدي هعملك. لا يا حبيبتي ميرسي يا ماما، ميرسي يا ماما. بس يا جماعه طبعا انا مستنيه احمد بفارغ الصبر. هو هيتصدم، هو هيحصل له حاجه، هو ممكن يطلقني فاهمين، بس هو من حقه يعني من حقه. لو انا عملت كده بجد فهو من حقه. انا مش عارفه اتكلم كتير، فهو قال لي ان هو داخل علينا، فانا هصور لكم اول ما يجي. بصوا يا جماعه احمد جه دلوقتي وربنا يستر. يلا هيجي دلوقتي. انا سامعه صوت العربيه، انا مرعوبه، انا حاسه ان انا عامله حاسه ان انا كاني نافخه شفايفي بجد، وحاسه ان هو يعني هيطلقني حرفيا، فربنا يستر. هلو يا حبيبي عامل ايه؟ هاي. وحشتنا قوي. تصوري ايه؟ بصور لك فلوج عشان احنا وايلين لابسين ومستنيينك تخرجنا، وفي نفس الوقت كمان عملت لك مفاجاه. كنت عند الدكتور وعملت لك مفاجاه. هو انا بصراحه يعني مش عايزه اقلب لك وشي واوريك المفاجاه. غمض عينك. هو انا شايف حاجه غريبه في الكاميرا. استنى انزلي قولوا لي انت عامله كده بس. غمض عينك. انا شايف حاجه غريبه والله في الكاميرا. لا الكاميرا فيها حاجه اصلا، فيها عيب من الصبح. غمض عينك يلا عشان هلف لك هديك جنب وشي كده. غمض عينك. انت في حاجه في وشك؟ لا غمض عينك. والله في حاجه في وشك. غمض عينك. والله العظيم في حاجه في وشك. نفخت لك شفايفي، ايه رايك؟ حتى رش كتير ولا دوت ايه ده؟ نفخت شفايفي. اقولك كنت عند الدكتور. ايه في رش كتير ايه؟ لا بس تجيش جنبها والله، وجعاني قوي وجعاني. اللي انت عاملاه في نفسك ده بجد والله، اللي انت عاملاه في نفسك ايه القرف ده؟ هي بس عشان انا لسه عاملاها، لكن هتهدى شويه وهتفش عن كده شويه. في حاجه غلط. انت ده لا ده خد مالك في ايه؟ لا استنى عشان ده مش حقيقي. بذمتك مش شكلي قمر؟ لا مش حقيقي والله. قمر الراجل يقبل مراتي في كل حالاتها. انت خدتها؟ خدتهاش كده؟ لا انت ما خدتهاش كده؟ لا. هي بقت كده خلاص بقى. قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ هو انا ما اتجوزتهاش كده بس شكلي هطلقها كده. احمد انا ما بهزرش. ايه رايك بجد؟ قول الحقيقه. شكله حلو على فكره، انت بس عشان لسه مش متعود عليه. لا ده مش حقيقي. اهو دي شفايفي حقيقيه اهي، اقسم بالله مالها. لا هغير شفايفي والله ما ازاي؟ حقيقي. لا والله دي شفايفي وربنا لا دي ايه شفايفي. القرف اللي انت عاملاه ده بجد؟ بس انا خايف منك والله. هتهدى والله خايف منك اوي. لا طب والله شكلي قمر. ده انت مقهور كده، بطل تبقى مقهور مني بقى. اقسم بالله خايف منك. خايف مني من ايه؟ لا والله خايف فعلا. لا اوعى خد اهي فكت قدامك، تعالى. على فكره انت بوظت لي المقلب، الله يخرب بيتك، خليتني ضحكت جامد. اللزق فك. يعني ده مقلب؟ مقلب. يا سلام. على فكره انا ممكن اعمل كده بجد. ايه اللي يضايقك في الموضوع ده؟ خلاص يا شبح خلاص. والله بشكر ربنا والله. يا سلام. على اساس ايه؟ ليه كانت يا فيها حبيبي؟ طلائق. دي كانت فيها طلائق. انا كداب. بشكر ربنا ان انا تمسكت نفسي كده يعني الحمد لله. مفيش جبر خواطر. شكلك قمر في كل حالاتك، حلوه يا لا حبيبتي. قمر في كل حالاتك الطبيعيه. مش حالاتك الفيكيه. بجد شكلي ما كانش حلو يعني. لو فكرت انفخ شفايفي ايه رايك؟ بصي روحي انفخي شفايفك. انا مش همنعك طبعا خالص. عمري ما هقف في طريق سعادتك. الله يبارك لك ويبارك واعملي كل حاجه في وشك اللي انت عايزاه. ميرسي يا قمر. بس يا زينب صدقيني لو انت عملت كده انا مش هفضل احبك زي ما انا بحبك دلوقتي. الله يا سلام، ثبتني خلاص يا شبح. عشان انا حبيت زينب الجميله السيمبل اللي شكلها رقيق. هتبوظي لي شكلك كده اقسم بالله. ما اقدرش خلاص. ما تقفرش بقى، ما تمثلش كده تمثيل اوفر. ايه المقلب التعبان ده؟ مقلب تعبان؟ انت عشان ضحكتني. ده لزق ولزق طري. واستنى انا في حاجه انا شايفها كده. ايه ده
المفروض كنت شد حواجبي وبتاع. حاطه يا جماعه لزق تعوير، اللي هو اللزق اللي هو بيتحط كده للاصابات، حطها في وشها ما شاء الله عليها. وريني كده يا قلبي الشفايف اللي انت كنت نافخاها دي، بس ما اسمعش حسك تاني. ما عجبهاش. قلب ماما. بصوا يا جماعه بقى، الطفله الصغيره دي وهي بتدافع عن امها وكل حاجه. اي ماما. شفتوا يا جماعه بتدافع عني ازاي وما همهاش عادي وعجبها شكلي. قلب ماما كده. نو 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 نو. مش عاجبها. بصوا انا ملاحظه ان الموضوع ما ضايقكش خالص وعادي ما اتضايقتش، فهروح انفخهم بجد بقى. يعني انا كنت عامله حساب ان انت هقول تتضايق. لك ليه بصراحه انا ما اتضايقتش. الفكره كلها اللي انا حسيت ان الموضوع مش حقيقي خالص. معلش يا زينب انت ما بتعرفيش تعملي مقالب، بس عشان بس نبقى متفقين. انا حاسس ان الموضوع مش حقيقي. شفايفك شكلها مش طبيعي وشكلك لا شكله لا مش لا شكلك في حاجه. وبعدين لحقتي امتى؟ انا بقالي بس بتاع 3 4 ساعات غايب عن البيت. لحقتي عملت عمليه تجميل في 3 ساعات ولا 4 ساعات؟ ما انا رحت في ال3 ساعات دول يا حبيبي عند دكتور ونفخ لي شفايفي. زينب انا اسف بس انت فاشله جدا في المقالب. ما انا ما حبيتش اجي عليك بالتقيل، بلاش. لا وريني كده اقصى حاجه عندك ايه. ما بلاش هزعلك. لا زعليني، انا عايز ازعل. انا عايز ازعل ولا انا عايز ازعل والله. طيب يلا يا فاشله، مقالب فاشله والله العظيم مقالب فاشله. زينب يا جماعه حبت تعمل فيا مقلب بس طلع فاشل جدا منها ما شاء الله. هقول لكم ليه فاشل، لان الموضوع مش مقنع خالص. يعني ايه انت في 3 4 ساعات؟ يعني انا بقالي 3 4 ساعات بس بره. امتى لحقتي رحتي مشوار مثلا عند دكتور تجميل وجيتي ونفختي شفايفك وعملتي الحاجات اللي انت عاملاها في وشك دي؟ لحقتي تعملي امتى كل ده؟ في 3 ساعات او 4 ساعات؟ يعني مش غايب عن البيت مثلا بقالي شهر عشان ارجع اتفاجئ، لا ده بقالي 3 4 ساعات. انت بس لو رايحه مشوار هتاخدي 3 4 ساعات بس في المشوار رايح جاي. يعني امتى لحقتي بقى نفختي شفايفك؟ فمش منطقي خالص يا زوزي. عايزه اقول لكم يا جماعه ان اللي قاهرني ان انا في ال3 4 ساعات دول اللي هو بيتكلم فيهم ان هو ما كانش موجود اصلا، قعدت اعمل ميك اب واحاول الزق اللزق وطلبت اللزق وجه وقعدت ماسكه شفايفي قد كده على ما لزقت ولزقتها ومسحت وشي وحطيت اللزق في وشي. راح كل ده على الفاضي. مش مسامحاك ابدا. على فكره انا شاكه ان حد قال لك، ممكن تكون جنه قالت لك مثلا. حد قال لي ازاي؟ ياسمين او جنه قالوا لك. والله العظيم ما حد قال لي، اقسم بالله كمان مره ما حد قال لي. بس يا زينب مش منطقي. بجد مش منطقي والله. حتى انا يعني بصوا لي حاجه، بصراحه هو دخلت عليا في الاول استغربت، يعني اتصدمت بس فاهمه. طيب بس يعني فكرت فيها يعني. فكرت فيها بعديها كده بشويه، حسيت ان لا ايه ده يعني فاهمه. انما هي الفكره كلها انا في الاول دخلت عليا لما بصيت في الشاشه بتاعت الكاميرا حسيت ان في حاجه غريبه، في حاجه في شكلك كده مش مظبوطه. بصيت كده جامد وقعدت حتى اداء في وشك، بس لا الموضوع باين ان هو مش حقيقي. لحقتي امتى؟ ده انا بقالي بس 3 4 ساعات بره. لحقتي في 4 ساعات تعملي كل ده في وشك؟ طب ماشي انا هوريه، عشان هو عمال يستهتر بيا ويقول لي انت ما بقيتيش تعرفي تعملي مقالب. انا لولا بس ان انا ضحكت واللزق نزل حاسه ان كان هيدخل عليه. بس قشطه ماشي. لو الفيديو ده وصل ل 200,000 لايك انا هعمل فيه حته مقلب اخليه يطلع من دماغه وحياه ربنا. فيلا وصلوا الفيديو ده ل 200,000 لايك عشان اعمل فيه مقالب كتير ومقالب اقوى بكتير من المقلب ده. وعايزه منكم كمان تكتبوا لي افكار في الكومنتات اعمل فيه مقالب ايه، وتبعتوا لي رسائل زي ما بتبعتوا كده اعملي فيه مقلب كذا كذا، عشان هقعد ابص على الكومنتات اللي بتجيلي وافكر كده واشد مقلب هعمله وهخليه يطلع مني. عايز تقول حاجه تاني قبل ما انهي الفيديو؟ ما تهزرش معايا تاني ماشي؟ ماشي مش ههزر معاك تاني. حاضر عيوني عيوني. حاضر حاضر. يلا قول سلام بقى. اقول لهم سلام؟ اه خلاص الفيديو خلص؟ اه بخير بجد. سلام.